وأخيرا بنبدأ في رحلة الانتقام بعد ما المحققة أكاني أخيرا كشفت القاتل وبدأت تحط خطتها هي كمان في نفس الوقت اللي أريما بدأت تدخل في مصيبة كبيرة. وده لأن أول ما أكاني عرفت القاتل قالت لما كانت حامل كان هو عنده 15 سنة، كان لسه في الإعدادي. لو رجعنا بالزمن كمان 20 سنة الواد التاني برضه لما اتولد الجدع ده كان عنده 11 سنة. دي مصيبة يا خرابي. عالم الترفيه ده فيه فضايح مقرفة زي دي كتير، عشان كده دايما بيقولوا لنا ما تنبشوش في قبر الميتين. ولكن حتى لو الراجل ده كان هو السبب فعلا وخليناه يعترف، ففي الوقت ده كان لسه قاصر، مش هيتسجن، مش هيحصل له حاجة. فساعتها هيخلي ان الحل الوحيد فعلا لو اكوا لقاه انه ينتقم بايده. ما اقدرش اخلي اكوا يتواصل معاه مهما حصل، عشان كده لازم اتعامل انا بنفسي. ولكن كل ده مجرد تخمين، كلها مجرد تكهنات. لكني لقيت الراجل اللي دمر حياة اكوا ومش هسيبه ان هو يفلت من العقاب. طب ما نرجع المحقق كونان، ايه رايكم نرجع حلقات محقق كونان بالمره؟ يعني يمكن اكن يتساعدوا ولا حاجه. العيال بقى لها 3 اجزاء بيحاولوا ان هم يلاقوا اي خيط، يلاقوا اي حاجه، والبت في ربع حلقه لقيت كل حاجه ما شاء الله. كانوا خلوها بطله الانيميشن تخلصنا يعني. ولكن هنا فعلا بدات تجمع معلومات من المخرج من ابنه، تحاول تعرف ليه اصلا كانت في دار ايتام، وبدات تجمع الخيوط من بعضها. وهنا جالها اتصال من اكوا، قالت له الو اكوا عامل ايه؟ قال لها ايه ده؟ باين صوتك نايم يعني، مالك؟ قالت اصلا اتمشيت كتير النهارده. قال لها اتمشيتي كتير؟ غريبه يعني، انا كنت فاكر ان ما عليكيش شغل دلوقتي فانت مريحه. قالت لا بحاول اعمل دايت يعني انقص في الوزن. قال لها هتنقصي في الوزن ايه يا بنتي؟ انت اصلا رفيعه. قالت ما انا عارفه، بس انا لو تخنت يعني انت اكيد هتتضايق مني. قال لها يا بنتي هتعجبيني مهما كنت يعني، عادي يا اكن. قالت الله، شفت عرفت ان انا كنت صح ان انا حبيتك يا اكوا. انا حاسه ان انا محظوظه بيك. لا اكن ايه، انا مقابلتي بيكي ما كانش غير ان هو حاجه ايجابيه اتضافت لحياتي. انت عارفه حقيقتي وقبلتيني ووقفتي جنبي، وان لما يكون في حاجه تدريجيا هتديني الامل، خليتيني حتى اتردد ان اتخلى عن كل ده. فقولي لي المفروض اعمل ايه؟ قرري انت بدالي، انا مش قادر اقرر. هل المفروض انسى كل حاجه وارجع اعيش حياتي، ولا المفروض اعمل ايه؟ قولي لي المفروض اعمل ايه يا اكني؟ مش عارف. قالت له ده مش صح يا أكني. لازم انت اللي تقرر بنفسك. انا مش مالكه ليك وانت مش مالك ليا. العلاقة دي هتنجح بس لو احنا شخصين مستقلين مختارين ان احنا نكون مع بعض. اي نوع تاني من العلاقات هيكون مجرد ادمان. لا بس قلت له مفيش، مهما كان ايا كان القرار اللي هتاخده انا هساعدك زي ما تحب، وعارفة ان قلت لك ده قبل كده. ولكن انا عايز اساعدك ان اشيل العبء من عليك ومعاك. قال لها شكرا يا اكل. قامت قافلة قالت لسه أكوا سجين موت أمه، ولكن أنا عارفة إن هيجي اليوم اللي هو هيتحرر فيه من كل ده، ومش هسمح لأي حد يقف في الطريق، وده هيحصل قريب يعني. ولكن من هنا بننقل في يوم روبي المساعد بتاعها متفاجئ، فقالت له مالك يا ابني؟ قالت أختي الفيتيوبر، الناس لقوا مقاطع ليها قديمة بوشها الحقيقي اتفضحت، خلاص بقى عارفين مين هي. طب ما عادي يعني، ده بيحصل، ايه المشكله؟ قال لي يا ستي كان الفيديو اللي هي منزلاه عماله تخبط في ناس وتغلط فيهم، عملوا لها حمله كانسل، الناس كلها بقت مش عايزه تشوفها، لازم تفضل شويه بقى ما تطلعش على اي حاجه. قالت يا خرابي، طب عندي فكره، لو هي فعلا وشها الحقيقي اتكشف، طب ما ممكن تيجي معانا بيكو ماتشي. هنا اريم فضلت بصلها كده وهما بيتكلموا، وفي نفس الوقت الواد بيقول يعني مش عارف، هي برضه لسانها طويل فمش عارف ممكن تقبل ولا لا، بس المزاج يعني. قال لها اسالها. لكن هي قامت هنا اريمه نازله قامت قايله والله والله انا مش ضد الموضوع، ولكن البت دي مش كويسه قوي يعني، زي برضه كده. ولكن للحق يعني انا العضو الاقل في بيكو ماتشي. ممكن اقل في كل حاجه، اقل في المعجبين، اقل في الفلوس، ولكن انا هنا مش عشان الفلوس. بيكو ماتشي بالكامل ناجح بسبب روبي، وانا ما عدتش باخد اي ادوار تمثيل خالص، واي حاجه بتجيلي لازم تجيلي اني اكون مع روبي. انا مجرد اضافه، واحده بتتطفل بتستغل نجاح روبي بس. هو ده كل اللي انا كنت عايزاه؟ وانا ليه بقيت فنانه اصلا؟ فنانه مبتدئه كنت عايز ابقى نجمته. ده بيكرهني، انا غبيه قوي، ده مش طايقني حتى. ولكن هنا جات لها رساله من واحده صاحبتها لما تريحها لها، قالت لها ايه ده اريما مش تجيش من زمان، عامله ايه؟ قالت لها ايه يا بنت المكان اللي انت جايبانا فيه دوت، انا فنانه دلوقتي ما ينفعش اجي في مكان زي ده، ايدل هيعملوا لي مصيبه. ستي تعالي بس، الناس كلها بتيجي هنا عادي ما فيش مشكله يعني، مش هيحصل مصيبه. شايفه اهو دي ممثله. طب انت بتشربي ايه يا ستي؟ ما ينفعش نشرب دوت، انا ممكن اشرب شاي. شاي ايه بقى؟ ما تشربي معايا. قالت يعني ماشي. ولكن قبل ما تشرب قام جاي واحد شرب منها، قال ايه ده؟ المخرج يا خرابي، انت عارفاه؟
ايوه طبعا ده عامل فيلم جديد جامد قوي قريب. اي طبعا اعرفه، انا لولا اللي انت قلت لي ان هو جاي ما كنتش زماني جيت اساسا. اكيد مش هاجي للكلبه دي يعني، انا جاي للمخرج، واحد لاحسن مخرج صاعد الفتره الاخيره. لو هو اعجب بيا ممكن يديني دور تمثيلي. عارفه ان ده طريق مش صح، ولكن ممكن احاول على قد ما اقدر برضه، ده الامل الوحيد. وهنا بدا كلامه. قال لها انت قارمه صح؟ انا شفتك في المسلسل بتاعك، كبرتي قوي ما شاء الله. قلت والله شكرا والله، وانا شفت الفيلم بتاعك كان فيلم جامد. لا لا مش رسميه للدرجه دي يعني، انا معجب بيك، من المعجبين بتوعك يعني، وشايفك ممثله شاطره. اما البت قالت على فكره كمان البت دي فنانه جامده قوي في بيكو ماتش، تسمع عنها؟ قال اه طبعا، فرقه روبي. المنتج بتاعي برضه بيقول ان هو عايز يخليها تشتغل معاه. قالت فعلا دايما اريما كانت بنت جامده قوي احسن مني. قامت قالت لا والله ده انا مجرد اضافه بس مع روبي ولا اي حاجه، هي اللي جامده، انا ما عنديش اي حاجه. لا لا مش صح، كل اللي في المجال ده عارفين انك شاطر، انت بس مش عارفه حد يطلع قدراتك. ايه رايك نتبادل حساباتنا مع بعض، نبقى نتواصل بعدين؟ قالت لها يلا يلا، قولي له عادي، هو مش بتاع ستات يعني، مش هيضر. فعلا فضلوا يتواصلوا مع بعض لفتره. من هنا نشوف يوم ان روبي المديره بتقول لها هاتي باسورد الانستا بتاعك. ليه يا ماما؟ ليه المفروض اديك باسورد الانستا؟ هو مش ده انتهاك للخصوصيه؟ لا يا ماما مش انتهاك للخصوصيه، حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي كلها مالكه لينا حضرتك، وده موجود في العقد بتاعي. ايه ده انا عارفه انا الكلام ده، علشان لو احنا بقى غيرنا الوكاله نخسر الحسابات ديت وتفضلوا موجودين بقى معاكوا على طول. بالظبط ده صح. بالمناسبه كمان اسمك هوشي نيروبي المفروض ان هو كمان متسجل للوكاله، لو انت سبتنا ومشيتي مش هتعرفي تستخدمي اسمك. قالت لها بس ده اسمي الحقيقي، انا بتعرض للاستغلال، ما ينفعش الكلام دوت، انا هروح لوكاله فنانين تانية والله لا اوريكم والله لا اوريكم، ده مش منطقي. قالت لها بالمناسبه يعني انت لو رحت مكان تاني اكبر مننا زي ما انت بتقولي، هم اكبر مننا، انت هتحتاجي اذن لو هتدي نمرتك لحد، هيراقبوا انت بتكلموا مين على النت، لو خدت دور كويس ممكن يبعدوا عنك كل الناس، هيعيدوا كتابه كل حاجه تخصك على النت، ولو حبيتي شخص ممكن يخلوكي تفشكلي معاه. ايه ده في ايه؟ هو احنا ملناش حقوق انسان ولا ايه؟ لا والله كمان، ولو فيتيوبر وتابع شركه مش هتتكلمي كمان، الشغل بتاعك مش هتقدري تحطيه في السي في بتاعك كمان. فاحنا كمان ناس سهله يعني بالنسبه للناس دي، احنا ولا بنراقبك ولا لو انت حبيتي حد مجرد قولي لنا بس وهنمشي الدنيا. ولكن مع كل الاختيارات دي الناس في الاخر بتغلط برضه عادي، لان كل ما تكتف الناس اكتر كل ما يحبوا ان هم يخرجوا من القواعد اكتر. فانتوا مش عيال، فاحنا مش هنتدخل في حياتكم العاطفيه ومش هنراقبكم، انتوا عارفين ازاي تحطوا حدود. بس لو حصلت لكم مشكله تعالوا اتكلموا معانا، احنا كده كده اهم حاجه عندنا ان احنا نحميكم. ولكن انت يا روبي لسه صغيره، احنا بقى هنمسكين كل حاجه بالنسبه لك، مالكيش دعوه. قامت هنا ارمي قالت انا عندي 18 سنه هقدر اخد قراراتي بنفسي. وفعلا بدا يجي لها رسائل ان هي تقابل المخرج مره كمان. قالت بس فرصتي. قامت رايحه قاعده للمخرج في مطعم وبداوا يتكلموا. قعد يقول لها تعرفي انا مراتي في امريكا بيقولوا ان نقابات الممثلين هي اللي بتمسك كل الدنيا دي، لان الوكالات اللي زي عندنا كده برضه ما تبقاش قويه قوي، بيخلوا في الاخر ان المنتجين هم اللي ليهم الكلمه العليا والممثلين يسكتوا. قالت ده جبت الصح الصراحه. عارفه بقى في امريكا لو انت خالفت القواعد يتفرض غرامه على طول، يعني مثلا لو قعدتي ساعه اتاخرتي في اداء ولا حاجه هتاخدي اجر عليه. فالموزعين عندهم قوه، كل السياسات والتمييز والعمر والعلاقات، الحوارات الكتيره اللي بتحصل دي بتفرق، فبيبقى في واسطه ومبيبقاش في الممثلين اللي عندهم مهاره فعلا هم اللي بيمثلوا، بتبقى بالواسطه يعني، بيبقى كل واحد ليه علاقات ولا حاجه هو اللي بيمثل. ولكن بالشكل دوت عمرنا ما هيبقى عندنا ممثلين كويسين. قالت له بس انت فعلا مهتم بالممثلين صح؟ قال لا ليه لا، انا فعلا مهتم بالممثلين، عايز ابقى عندي افلام جامده وده ما ينفعش يكون من غير ممثلين. قالت الحمد لله، طلع ما بيكذبش، هو فعلا محترف بيحب المجال. قام قال والله بقى عرضات الازياء اللي بيجوا لنا دول وبيعرفوش يمثلوا يجي يتصرفوا بقى بيبوظوا لنا الافلام. قالت له عندك حق، ده انت علي صوتك فيها دي. قالت يا من زمان قوي ما اتكلمتش مع حد كده، حاسه اني اخيرا اقدر اتناقش في التمثيل وحاجات نفسي اتكلم فيها. قال لها في الحقيقه يعني انا عايز اعمل عصر يكون في كل الناس اللي بتمثل كويس، عايز يستفيد الفيلم الجاي من ناس عندهم مهارات زيك. قالت له ايوه فرصتي، يعني انت تقصد ان انت هتاخدني في فيلمك الجاي؟ قال له والله مش متاكد من الموضوع ده قوي، لان احنا ممكن نشتغل مع بعض ومش عايز يكون بينا خلافات ابداعيه، فانا عايز اتعرف عليك بشكل اكبر، اعرف فلسفتك
قالت له: "فلسفتي؟ هنا المطعم المفروض إن هو قفل." "والله إيه ده خسارة، كان نفسي نكمّل كلام في مكان تاني ولكن أظن الوقت اتأخّر إن آخُد طفلة معاك." قالت: "لأ، لأ، أنا عندي 18 سَنة، أنا كبيرة عادي ممكن نكمّل كلام في أي حتّة." قالت: "لأ، لازم أستخدم أي فرصة دلوقتي عشان أرجع للتمثيل، أنا هامسك في الفرصة دي بإيدي وأسناني، تعالَ نكمّل الحوار." قال لي: "يعني مش عارف، هاشوف مكان كده فيه نقابة أعرفها أو فيه منطقة أو استوديو كده، فهاشوف لو فيها حد ممكن نروح نقعد هناك، إيه رأيِك؟" "ماشي." قامت هنا حاولت تتواصل مع البنت ولكن كان البنت راحت على جنب وما رضتش تروح لها ولا تكمّل تواصل، هُم خلاص داخلين على الإستوديو، قامت أريمة قالت له: "هو عادي مش غريب يعني إن الموظفين هيتفاجئوا إن إحنا دخلنا عليهم مرّة واحدة؟" "يا ستّي ده خلاص يعني هيبقوا مبسوطين أساسًا إن هُم شافوا أريمة مكانها." فبتخش المكان تلاقي إن ما فيش حد، "إيه ده إستوديو جميل أوي، ينفع أتفرّج عليه؟" ده غير ما فيش حد. "آه يا ستّي هتلاقيهم خلّصوا شغل بقى الوقت اتأخّر." قالت: "فعلًا كان المفروض أتوقّع كده، الدنيا متضبّطة إن إحنا نبقى مع بعضينا." طَب أتصل بالبيت؟ لأ، أنا معتادة إن أنا أبقى في مواقف زي دي، أسلّيه بس، لو في حاجة حصلت والّا كده وبدأت تضايقني، هاحاول أخلع منّه عادي وهو هيوافق يعني. ففضلت مصدومة شوية كده، قال لها: "إيه مالِك؟ تحسّي إن في حد خدعِك." قال لها: "ما تقلقيش، أنا مش واحد غبي يعني متهور، عارف حدودي كويس." "آه بالضبط، أنا لسه صغيّرة يعني مش هتبُصّ لي ببصّة وِحشة." قال: "لأ عادي ما فيهاش فرق يعني." "يا ابني أنت مش متجوّز؟" قال: "آه، ما أنا كمان كده يعني أنا ومراتي يعني عادي ما حدّش بيسأل على حاجة." "هو أنتم مجانين أنتم الاتنين والّا إيه، أنتم عُبط والّا إيه؟ ما أنت عبيط يا ابني كلّكم، وده المُخرج العاقل؟ أبو شكلك أنت رخ، إيه ده؟" قال لها: "عمومًا أنا مش هأذيكِ، فكّري أنتِ عايزة تعملي إيه بنَفْسِك، ولكن أأكد لِك إن عمر ما هيبقى دورِك ثانوي، أنا هاغيّر حياتِك بالكامل، أنتِ ممثلة وحسّيتِ بكل ضغط الكاميرات، فجاهزة لكل حاجة ممكن تحصل." ولمّا قرّب منها بدأت تفتكر أكوى، قعدت تعيّط، قالت: "لأ، أنا في شخص أنا باحبه." "لا ياه! في شخص أنتِ بتحبيه لدرجة إن أنتِ بتعيّطي علشانه؟ ده مين ده؟ احكي لي عنه." قالت: "آه، الراجل ده بقى بيتصرّف دايمًا وكإنه مش مهتم بيّا ولا كإني موجودة في الحياة، وفجأة يرجع يتصرّف معايا بشكل لطيف وأفهم الموضوع غلط، أحاول بقى أنساه ولكني ما أقدرش، إيه الغبي ده؟ إزاي ممكن يكون مزعج بالشكل دوّة؟ يا عم موت بقى ولا أي حاجة." قالت: "ياه! ده مسلي أوي." قالت: "إيه المسلي في الموضوع اللي أنا باتكلّم فيه ده؟" "لأ ده بالضبط مسلي، أنتِ بقى لِك سَنة بتحاولي تنسي واحد ومع ذلك بتصرخي بالشكل ده عشان خاطره، اللي زيِّك دول ناس كويسين." هو فعلًا بيفضلوا يتكلّموا لغاية ما النهار يطلع وعلى آخر اليوم بتمشي. قالت: "ياه! أنا مالي، أنا مش هاعيد الموضوع ده تاني، أنا هالتزم بالطريقة الصحيحة وأقدّم على الوظايف بمهاراتي، يكش مرّة أتقبل وأعدّي موضوع الواسطة ده، ولكن دلوقتي كل شوية رامن وأروّح على البيت." ولكن وسط ما هي طالعة أول النهار من المكان الغريب عند المُخرج، في كاميرا قعدت تصوّرها من كل حتّة، وبيطلع إن في واحد من الناس المصوّرين متتبعين الناس أخد لها صور وأكيد ناوي إنه ينشر الموضوع على إنه فضيحة علشان يسخّن الدنيا. فيا ترى إيه اللي ممكن يحصل لأريمة في الفترة الجاية؟ بس ده عن الفيديو ده، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وإيه رأيكم لو فعلًا نرجّع حلقات كونان، تحبوا تتفرّجوا على حاجة زي كده؟ وسلام.